الفرق بين زمان ودلوقتي لما ابوك يقول لك عملت ايه في الامتحان زمان. عملت ايه في الامتحان بتاع النهارده؟ طمني. الحمد لله يا والدي. اول لما مسكت الورقه قريت شويه ادعيه، وبعدين مسكت الورقه بتاعت الاسئله كده ركزت فيها سؤال سؤال وحليت كله صح الحمد لله. بس للاسف في سؤال ما شفتوش فعملته غلط، والورقه هي كلها صح. الحمد لله يا ابني، ربنا يوفقك واشوفك طبيب قد الدنيا. دلوقتي ها يا ابني، سمعت ان الامتحانات جايه سهله، عملت ايه؟ طمني. سهلة ايه بس يا حاج؟ دي الاسئله دي انا اول مره اشوفها. اول مره تشوفها ازاي؟ معلش. والفلوس اللي بتاخدها تروح بيها دروس دي إيه نظامها؟ ما تقلقش يابا، انا حليت 3 اسئله بمجهودي. طب كويس. وباقي الاسئله عملت فيها ايه؟ باقي الاسئله لقيتها حاجات تافهه كده ومعوجه في نفسيها فما حلتهاش، فغشيتها من الولد اللي قاعد جنبي. اه يا غشاش. طيب انت متأكد ان الولد اللي قاعد جنبك ده حلل صح؟ ايوه يابا، ده شكله عيل دحيح. ثواني كده بس يابا. ايه يا عم؟ ايوه يا عم، أنا غشيت كله من الولد اللي قاعد جنبي. ايه؟ اللي قاعد جنبي امتحانه غير امتحاني؟ ايه يا انا هببت ايه؟ انا سقطت يا حاج، غشيت غلط. طب الحمد لله. هو انت كنت بتقول ايه؟ سقطت؟ ايوه هي سقطت، انا برضو بسمع كويس، هي سقطت.